لسه مش مستوعبة الصدمة الأولى، لقيتها بتقولي والضحك بيعلى أكتر في صوتها: خدي الكبيرة بقى، ده قال الحمد لله إني ما كملتش. هنا وزي ما يكون السكينة دخلت في قلبي. ابن خالي ده كان عايز يتقدم لي من فترة وأنا رفضته، بس طلبت منها تقفل الموضوع بطريقة كويسة عشان مشاعره، وفعلا الموضوع اتقفل واتخطبت. ليه تفكرني بالوجع ده دلوقتي؟ ليه تفكرني بالرفض ده بالطريقة دي؟ ليه تقول الكلام ده وهي بتضحك كده كأنها بتتشفى فيا؟ في اللحظة دي حسيت إني عايزة أصرخ، بس عملت نفسي مش فارق معايا. قلت رأيه فيا ما يهمنيش، وطلعت الهاند فري وحطيتها في وداني وشغلت أغنية يمكن تهدي النار اللي قايدة جوايا. وهي شافتني كده رجعت تضحك تاني وقالت: ما تلبسيش بنطلونات تاني بعد كده، البسي جيبات. رديت عليها يمكن عشان أداري كسرتي، هلبس اللي يعجبني ورأيه مش هيأثر فيا. بس الكلمة دي كانت كافية إنها تخلي اليوم كله جحيم. من ساعة ما وصلنا النادي وأنا الكلام بيلف في دماغي زي الساقية. كل شوية ابن خالي يسألني: مالك؟ أقول له: ماليش، أنا زي الفل أهو. بس الحقيقة إني كنت مكسورة من جوايا. كل شوية أسيبهم وأدخل الحمام، أبص على رجلي في المراية كأني بشوفها لأول مرة، أعيط بصمت. كنت مكسوفة أمشي أو أكون قدام ابن خالي. ليه بيعملوا فيا كده؟ هم مالهم؟ رجلي فيها تقوس ولا مش فيها؟ بس مش دي المشكلة الوحيدة. هي بتعمل معايا كده ليه؟ وإزاي قدرت أعدي الموقف ده؟ شوفوا الجزء الأخير عشان تعرفوا اللي حصل بعد كده.